بناء على طلب الجماهير واخيرا هعمل لكم فيديو عن روتيني بالعنايه بضوافري بعد ما نزلت ريل على انستجرام عن روتيني بالعنايه بضوافري واللي جاب 175 الف فيو، فقررت اعمل فيديو مفصل عن روتيني بالعنايه بضوافري واقول لكم على تيبس اند تريكس كده في الموضوع ده، بحيث ان انا اقدر اتكلم براحتي هنا اكتر. لان الفيديو الريل يعني اللي على الانستجرام كان طبعا سريع قوي، او يعني حبيت اعمل لكم فيديو هنا اكتر تفصيلا ويكون مرجع ليكم. يعني بصوا، مبدئيا كده علشان كل الناس بتقعد تسالني ازاي يا حبيبه بتطولي ضوافرك، ازاي يا حبيبه بتفضل فاتحه ومش غامقه، ازاي يا حبيبه بتفضل نضيفه، ازاي وازاي وازاي. فانا النهارده جايه اكلمكم عن كل ما يخص الضوافر، واي اسئله تخطر على بالكم ان شاء الله هكون مجاوباها في الفيديو ده. يعني الفيديو ده هيكون عباره عن فيديو شامل وكافي ووافي ومرجع كده ليكوا ولاي حد عايز اي حاجه بخصوص الضوافر. تمام. اولا كده لنظافه الضوافر وتبييضها، انا بحب استخدم معجون الاسنان. ايوه، معجون الاسنان بحب اغسلها كل اسبوع او اسبوعين كده بمعجون الاسنان. عارفين الفرشه بتاعه الضوافر اللي هي مش قادره اقوم اوريها لكم، بس اقوم اجيبها من الحمام. حاضر، هقوم عشان خاطركم. بس بصوا الفرشه دي اكيد عارفينها، فباخدها بقى واقوم حاطه عليها معجون الاسنان واقعد افرك بيها ضوافري. ديت بصراحه بتبيضها قوي وبتفتحها. يعني انتوا بصوا هتشوفوا فرق من اول مره، ولو ما شفتوش استمروا بس عليها كذا مره كده، يمكن عشان انتوا مش متعودين. بس انا اضمن لكم ان الوصفه دي هتفتح ضوافركم وتنضفها كده. واصلا الوصفه دي انا معتمداها من اعدادي يعني الناس كانت بتقلي من الاعدادي كمان، يعني ازاي ضوافري بتفضل نظيفه او بتفضل بيضه. وانا ساعتها اقول لهم يا جماعه ما اعرفش انا بعمل ايه، بس انا ساعتها عشان كنت مهتمه بضوافري اصلا وكنت بحبها جدا، فكنت بقعد اجرب وصفات كتير قوي. فانا في الفيديو بقى النهارده ده هقول لكم على يعني الوصفات اللي انا جربتها واللي جابت معايا نتيجه، يعني فيديو مضمون بجد يعني. فالوصفه دي بجد بتاعت معجون السنان هايله جدا. ممكن برضو الليمون بيفتح، يعني لو انتوا حابين تقوموا تعصروا مثلا بعدها ليمونه، جيبوا ليمونه تعصروا على ضوافركم، اوكي. مفيش مشكله، ليمون بيفتح تمام. بس طبعا تكونوا واخدين بالكم ما تكونوش عاملين قبلها باديكير او حاجه علشان ما يحرقش، يعني ايه اللي هو الجلد الميت والحاجات ديت. يعني عشان لو انتوا عارفين الليمون بيعمل يعني. ممكن مثلا في وصفه كده تانية، بس انا دي مش اكيده. لو انتوا تجيبوا بيكنج باودر مثلا وتحطوا عليه ليمون او حاجه اللي هي بتفور كده، ليمون او خل، وتقوموا داعكين بيها. انا بصراحه ما جربتهاش، بس انتوا لو عايزين تجربوها جربوا قولوا لي النتيجه. قولوا لي تحت في الكومنتس يعني نفعت ولا لا او كده. بس هي الوصفه ديت كانت جايه على بالي وتقريبا شفتها في كذا فيديو يعني، فقلت اقولها لكم برضو. فلو جربتوها وحلوه عرفوني تحت. يعني تاني حاجه عشان ضوافرك تفضل حلوه يا قمر، ما عليكي الا الترطيب من الاخر كده. رطبي بقى باي حاجه انت عايزاها، زيت زيتون، زيت عادي، مش طبعا زيت الاكل، يعني زيت عادي اللي هو زيت لوز، ارجان، زيت لوز حلو، ارجان، جوز هند، اي حاجه من دي. انا قصدي لو زيت الزيتون غالي وانت مش عايزه تجيبيه يعني. سوري على الصوت ده، كل ما اجي اصور فيديو الاقي حد بيشتغل تحت، حاجه غريبه. المهم، عايزاكي ترطبي بزيت، اوكي. عايزه ترطبي بفازلين، اوكي. عايزه ترطبي باي كريم ايد، اوكي، براحتك. المهم ترطبي على طول. انا كنت في كده خلطه عاملاها زمان قوي، وهي زيت كده ترطيب. حرفيا انا مش فاكره قوي مجموعه الزيوت اللي انا حطاها، بس انا كنت حاطه زيت ليمون. طبعا ليمون هيفتح، هيبقى حلو جدا. فكنت حاطه زيت ليمون على زيت مثلا لوز حلو، على زيت زيتون، على مثلا جوز هند او حاجه، وبحطها يعني. انتوا براحتكم يعني. انا عادي كل ما بفتكر بقوم حاطه منها، يعني ممكن مرتين في اليوم، كل يوم مره، براحتكم جدا يعني. فالمهم بس الترطيب بتخلي ضوافرك كده بتلمع وحلوه، كأنك حاطه، عارفه اللي هو التوب كوت، اللي هو المانيكير اللي هو الشفاف خالص ده، اللي هو بيلمع الضوافر. فكأنك بتبقي حاطه كده، بيبقى بجد شكله حلو قوي. فموضوع الترطيب ده انا هسيبها لك مفتوحه براحتك، المهم ترطبي.
بالنسبه لموضوع التطويل انا بصراحه ما جربتش او ما اختبرتش حاجه بشكل محدد، ان الحمد لله انا ضوافري بتطول عادي يعني طبيعي. ما كنتش يعني بعاني مثلا من مشكله او حاجه في موضوع الضوافر، بس بناء على تجارب الناس من خلال بحثي وصلت انهم بيستخدموا وصفات كده معينه، زي مثلا الثوم او الثوم وزيت الزيتون في التطويل او حاجه زي كده. بس انا ما اعرفش والله اعلم، يعني انا مش عارفش، يعني ما اقدرش اضمن لكم الفكره ديت او الوصفه دي، لان طبعا موضوع التوم هتقعدي كل شويه تجيبي تومايه مثلا كل يوم ولا ما اعرفش كام مره في الاسبوع، وتقعدي تعمليها. اولا ريحه الضوافر، وانا مش عارفه يعني مش حاساها يعني هتنجح قوي. بس هقولك فكره حلوه جدا 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 تعمليها في علبه اللي هو الزيت اللي انت هتعمليها التركيبه اللي انا قلتلك عليها بتاعه الترطيب. هو اولا هتحطيها في ازازه مانيكير عادي فاضيه عندك، اوكي، عشان بس تستخدمي الفرشه بتاعتها بدل ما تجيبي زيت من بره ولا حاجه او بتاعت منتجات بره او كده. يعني الاحسن ان انت تجيبي مجموعه الزيوت اللي انا بقولك عليها ديت، او اي زيوت يعني انت حباها. المهم انت تعمليها في البيت احسن واضمن واوفر، وكمان حاسه ان هي مفيده اكتر. فالفكره دي هنعمل نفس الزيوت اللي انا قلتلك عليها. والفكره بقى والتركيه هو ان انت تحطي في علبه المانيكير ديت، يا رب بس تدخل فيها، تقطعي فصوص توم صغننه جدا جدا، او مثلا مهروسه اي حاجه، المهم يبقى فيه توم، وتحطيها في علبه المانيكير ديت اللي فيها الزيت. وطبعا بقى براحتك تكوني حاطه مثلا فيها زيت زيتون، زيت جوز هند، ومثلا تعصري سنه ليمون، او عايزه تحطي زيت الليمون زي ما انا رشحتهولك يعني يبقى تحفه قوي. فحاسه ان الميكس ده يبقى خرافي. اولا حاطه الثوم ومعاه الزيوت اللي فيها ترطيب زي لوز حلو وزيتون كل ده، ومعاها زيت ليمون، فانت استفدتي من الليمون واستفدتي من ريحه الليمون، فاتضغط على ريحه الثوم او كده. فتبقى فكره تحفه جدا يعني ان انت تعمليها، وهتشيل ريحه الثوم بقى وفي نفس الوقت خدتي او استفدتي من فكره الثوم في التطويل. فالله اعلم، جربوا الطريقه ديت، حاسه ان هي تنفع تبقى حلوه قوي. ولو انتوا جربتوها او لسه تجربوها، المهم ما تجربوها قولوا لي تحت في الكومنتس، عايزه اعرف الفيدباك بتاعكم في الوصفه دي. بس كده، انا ما كنتش عايزه اطول عليكم في الفيديو ده بصراحه النهارده، انا بس حبيت اقول لكم الخلاصه والكلام المفيد من غير ما اطول عليكم. كنت عايزه اخلي الفيديو ده يبقى مرجع ليكم جدا. اوكي، بصوا بقى، فكره طريقتي في عمل الباديكير، اوكي، ديت عشان ما اعملهاش فيديو مخصوص ليها واتكلم في نفس الكلام. الفيديو ده انا منزلاه اوريدي ريل على انستجرام، يا ريت تروحوا تشوفوه. وانا ان شاء الله لو افتكرت هسيب لكم اللينك بتاع الانستجرام او بتاع الريل في الديسكريبشن بوكس تحت. الريل يعني مختصر جدا، وفي نفس الوقت هو قايل كل حاجه، يعني هو بشكل سريع بس هو قايل كل حاجه، وانتوا تقدروا توقفوه بقى وتشوفوا الطريقه، يعني بدل ما اعمل فيديو مخصوص ونقعد بقى نتكلم فيه. انا كنت عامله طريقه عمل الباديكير زي الصالونات بالظبط لما هي بتعمله، بس وما عليكي بقى بعدها الا الترطيب، وان انت تكوني بقى مثلا عامله شيفنج لايدك او كده وبس، وترطبي بقى وتبقي زي بجد اكنك عملتي باديكير في الصالونات. فبس بقول لكم على فكره الريل ديت علشان تختصروا على نفسكم وفي نفس الوقت تكون اسهل. يعني انا بس الفيديو ده حبيت اقول لكم عن روتيني وتيبس اند تريكس في العنايه بضوافري، تمام. بس كده يا حبايبي، ده كان فيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم جدا وتكونوا استفدتوا. طبعا ما تنسوش تكتبوا لي كومنت تحت، تكتبوا لي فيها كل الكلام الحلو اللي في قلوبكم. ما تنسوش تدعموني باللايك والسبسكرايب والشير، وما تنسوش تتابعوني على انستجرام. ولما تشوفوا الريل يا ريت تعرفوني ان انتوا جايين من اليوتيوب، من جمهور اليوتيوب كده، عشان هتبسط قوي ان انتوا شفتوه كده. ولما تشوفوه برضو تستفادوا، صيتولي بقى اوكي على الريل. يعني ما تنسوش تعملوا لي فولو على انستجرام عشان نكون فريندز اكتر، تعرفوني واتعرف عليكم جدا اكتر يعني. بس هسيب لكم اللينك بتاع الانستجرام في الديسكريبشن بوكس كل حاجه. وبس كده، تشاو تشاو، بحبكم قوي قوي قوي، اراكم في فيديو قادم، باي باي.